على توقعاتك كمال، خلينا نقول شفنا حفل ضخم مبهر. الفنانة شاكيرا كانت طبعا هي اخذة كل وهج. الأضواء والوهج. فخبرنا كيف كانت بنظرتك أصداء الافتتاح امبارح؟ طبعا حفل افتتاح جيد، يعني اذا ما نحكي بالمكسيك اكيد، وبنفس الوقت كان عم بيكون في حفل افتتاح بامريكا صح. وبكندا، انما اكيد مش بحجم اللي كان بالمكسيك، لانه المكسيك في المباراه الافتتاحيه. مثل ما تفضل تمار من شوي، انه فعلا اللي عندنا نحن كعرب مش عند غيرنا. قطر قدمت افتتاح مونديال خرافي من 4 سنوات 2022. حتى المغرب بكأس افريقيا قدمت افتتاح بطولة رائعة جدا. فعلا اللي عند العرب اللي عم بيقدموه العرب بافتتاحياتهم فعلا عم بفرجي العالم كله انه نحن اسياد عن جد اللعبة، واسياد الذوق اذا فينا نقول، والعالم عم تتعلم مننا فعلا. حفل افتتاح جيد كان امبارح. شاكيرا فعلا كانت متوهجة، وهي طبعا لبنانية الأصل. وكان في كمان جياني انفانتينو اللي حصل على الجنسية اللبنانية، صحيح. وسلمى حايك كانت على جنبه كمان اللبنانية. لذلك كان يعني شوي الافتتاح بطابع لبناني إذا فينا نقول، وكان افتتاح مميز. اكيد يعني هالبطوله مثل ما تفضل تمار كمان من شوي، انه 48 منتخب لاول مره كمان عم تستضيفها 3 دول. يعني فينا نقول قاره امريكا الشماليه تقريبا عم تستضيف هالبطوله. بتمنى انه تكون بطوله حلوه. اكيد البدايه كانت بملاعب المكسيك امبارح، اليوم حتكون بالملاعب الامريكيه والكنديه وحنشوف. بس انا بتوقع انه حيكون في اخطاء كثير كبيره بالتنظيم، لانه تبعنا الموسم الماضي مونديال الأندية اللي فاز فيه فريق تشيلسي، وحكينا عنه وقتها، صحيح. وكان ترامب عم بيقدم لهم كأس. كان في أخطاء كتير كبيرة، خاصة أرضية الملعب في مشاكل. حتى هلأ يعني إذا بتتابعي في مشاكل كتير كبيرة عم تصير. يعني حد بعثة المنتخب الإنجليزي صار في إطلاق نار من يومين. حتى حد جانب يعني معسكر المنتخب السويسري في منطقة هناك للأفاعي، وخطرة كتير، ويعني حذروا منها كتير انه يكون في خطر على اللاعبين. في عم بيصير في مشاكل، والتأشيرات كمان مثل ما حكينا قبل المونديال تأشيرات انه كتير مشكلة. عم بيكون في صعوبات. في حكم صومالي منعوه من صحيح. الدخول ل وفي أحد امريكا. اللاعبين كمان وقفوه شي 8 9 ساعات صحيح، رحلة. ايمن حسين، رجفت ايمن على حسين كابتن أمريكا. منتخب العراق فعلا كمان ما قدر قبل 7 ساعات انه يدخل. تفتشوا منتخبات بلجيكا والسنغال بطريقه ابدا منا حلوه مزبوط، شفنا. بالمطار. في كتير قصص عم بتصير. فعن جد يتعلموا من الدول العربيه، من قطر المونديال الماضي، ومن المغرب المونديال القادم، ومن السعوديه اللي المونديال اللي جاي ما ان بعد القادم شاء الله. 34 اللي اكيد انا كلني الثقه انه حتفرجينا مونديال فعلا مش شايفين منه الا بالخير.